تقدر تتخيل انك ما تشربش ميه لمده 3 ايام؟ الصحابيه اللي هحكي لكم عنها النهارده قعدت 3 ايام في الصحراء من غير ميه لحد ما حصلت المعجزه العظيمه. تعالوا معايا اقول لكم الحكايه باختصار. طبعا وانت صايم بتبقى مستني اللحظة اللي هتفطر فيها عشان تشرب المية، ولكن تخيل كده انك عمال تاكل عيش بعسل اللي هو اساسا بيعطش من غير ما تشرب نقطة مية. ويا عالم هتشرب امتى؟ الصحابية الجليلة ام شريك اختلفوا في نسبها، في اللي قال انها من قبيلة دوس، وفي اللي قال انها من قريش، وفي اللي قال انها من الانصار، والارجح انها من قبيلة غطفان، ودي كانت قبيلة قوية جدا. ام شريك كانت عايشة في مكة وكانت معجبة بالإسلام جدا، ودخلت فعلا في الإسلام، وبدأت كمان تدعي السيدات إنهم يدخلوا في الإسلام، وبدأت تقعد وتحكي معاهم عن الإسلام وتحببهم فيه. ولما تلاقي إن في واحدة كده رأيها إن فعلا الإسلام ده دين الحق، كانت بتقول لها إنها مسلمة، وكانت بتدخلها معاها في الإسلام، وبدأ فعلا يدخلوا في الإسلام مش واحدة ولا 2، دول كتير جدا. وطبعا الكلام ده كان في السر، ولكن ابتدى الموضوع ينتشر بسبب ان في سيدات كتير دخلوا في الاسلام، وتعرف ان ام شريك هي اللي ورا دخولهم في الاسلام. وطبعا اهل قريش ما سكتوش، وكانوا بيعذبوا المسلمين حتى لو كانت اخته او امه او ابوه اللي دخلوا في الاسلام. ولما عرفوا ان ام شريك هي السبب ما قدروش يعذبوها زي ما بيعذبوا المسلمين، لانها كانت من قبيلة قوية جدا وكبيرة، وخافوا من قبيلتها، فقرروا ان هم يرجعوها لاهلها. ولكن طبعا لازم يعذبوها الاول، ما ينفعش ترجع كده سليمة، لازم الرحلة تبقى قاسية عليها قوي. فقرروا انهم هيركبوها على بعير من غير اي رحل تحتها، يعني من غير اي فرش او اي حاجة تحتها، ويسيبوها كده من غير اكل ولا مية، بس ياكلوها عيش بعسل علشان تفضل عايشة، وكنوع من انواع العذاب لان اساسا العسل بيعطش. وقرروا انهم يمنعوا عنها المية، ما تشربش ولا نقطة مية. وطبعا المسافة بين مكة وبين قبيلتها كانت كبيرة جدا، وطبعا الحراس اللي كانوا معاها كان معاهم اكلهم وشربهم. وبدأت رحلة العذاب، بقوا بيمشوا طول الليل، وبالنهار لما الشمس تطلع وتبقى حامية جدا يروحوا هم يستخبوا من حرارة الشمس تحت اي ظل، وياكلوا ويشربوا ويسيبوها هي في نص الصحراء تحت الشمس على طول، منها لحرارة الشمس. وانتوا عارفين يعني ايه شمس الصحراء من غير نقطة مية. انت متخيل العذاب؟ ولما الشمس تروح يرجعوا يتحركوا تاني، وهكذا يوم بعد يوم لحد ما جسمها بدأ ينهار وبقت بين الحياة والموت عشان تحصل المعجزة العظيمة. ربنا ما بيسيبش عباده. هتبدأ تقول لأن هي اللي كانت بتحكي قصتها: حسيت بدلو بارد على بطني، جردل مليان مية قرب مني فشربت منه، وبعد كده بعد ورجع قرب مرة تانية فشربت منه تاني، وبعد كده بعد وقرب تالت، شربت لحد ما ارتويت وبدأت أفتح عينيا. ما هي خلاص كانت بتموت. عارفين لما حد كده يشربنا واحنا تعبانين، يشربنا بق كده ويرجع يشيل الكوباية ويرجع يشربنا تاني ويرجع يشيل الكوباية علشان ما نشرقش. يا على رحمة ربنا. بتقول لقيت الدلو متعلق بين السماء والأرض محدش ماسكه، ربنا نزل لها من السماء مية علشان تشرب وتفوق. بتقول مسكت الدلو ده ودلقت عليا المية عشان أفوق من حرارة الشمس، مية ساقعة وطعمها جميل، وبعدين اتسحب الدلو وطلع للسماء. معجزة عظيمة جدا. فلما جم الحراس اللي معاها لقوا أثر المية عليها وباين إنها شربت وارتوت وفاقت، فقالوا لها انت فكيتي نفسك وفتحتي المية بتاعتنا وشربتي منها. قالت لهم لا أنا ما عملتش كده. قالوا لها أمال مين اللي سقاكي؟ قالت لهم ربنا هو اللي بعت لي الدلو وسقاني. قالوا لها والله لو انت صادقة يبقى ربك خير من ربنا إنه ساعدك وما سابكيش، ده احنا الآلهة بتاعتنا ما بتعملش أي
اي حاجه لينا. فراحوا فعلا علشان يشوفوا الميه بتاعتهم ناقصه ولا لا، والمفاجاه انهم لقوها زي ما هي فصدقوها ودخلوا في الاسلام وغيروا طريقهم للمدينه المنوره بعد ما اسلموا كلهم. لو عجبتكم القصه اكتبوا لي في التعليقات، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على صفحه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.